حياكم الله مشاهدينا الكرام، التقيكم حلقه جديده من برنامج آراءكم. محور حلقتنا والابرز لهذا اليوم راح نتكلم في موضوع مهم وحساس في المجتمع العراقي، الورقه البيضاء وتامين رواتب الموظفين. هذه الفتره شهدت كثير، يعني قد يكون ارتفاع في اسعار، قد يكون المواد الغذائيه، تلكؤ السوق العراقيه، الاقتصاد العراقي، تاخير رواتب الموظفين اثر بشكل سلبي على المواطن العراقي. تعرفوا كثير من المواطنين وكثير من الأسواق معتمدة على رواتب الموظفين حتى تستمر الحياة بديمومتها. كل هذه الأمور أثرت بشكل سلبي مع الأسف بسبب عدم اتخاذ خطة استراتيجية قصيرة وبعيدة المدى من قبل الحكومة العراقية. مع كل الأسف نحاول قدر الإمكان نسلط الأضواء ونعالج هذه الفجوات حتى لا تتكرر فيما تكرر في السابق من تأخير رواتب واستقطاعات وكل هذه الأمور. مع كل الأسف شفنا يوم أمس أو في هذا اليوم شفنا تصريح من قبل المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية يقول أنه لن توزع رواتب هذا الشهر المقبل إلا بموافقة البرلمان على قانون الاقتراض الداخلي، ومقبلين في الستة أشهر المقبلة على إفلاس الحكومة العراقية. كل هذه الأمور راح نناقشها في حلقتنا لهذا اليوم. بالإضافة أحبة المشاهدين أرقامنا موجودة أسفل الشاشة للإبداء بآرائكم واستفساراتكم حتى نناقشها سوية. بالإضافة إلى أنه صفحاتنا تابعونا صفحاتنا في الفيسبوك البث المباشر. خلونا نرحب بضيوفي الأساتذة الكرام، الأستاذ قيس الموسوي خبير اقتصادي. حياك الله أستاذ قيس. حياك الله، تحية لك ولجمهورك الكريم وكادر القناة. حياك الله. أكيد نرحب مع الأستاذ عدنان القريشي باحث واقتصادي. حياك الله أستاذ عدنان. تحية مسائية سعيدة لكم ولضيفك العزيز الكريم ولجمهور المشاهدين الكرام، ونشكركم على هذه الاستضافة ولمناقشة موضوع مهم يهم الشأن والشارع العراقي. شكرا جزيلا. حياكم الله، أسعد الله أيامكم ومساءكم. نبتدي مع أستاذ قيس. أستاذ قيس، الشارع العراقي يتساءل ما هي الورقة البيضاء وما هي الإصلاحات الحكومة العراقية؟ اليوم نريدك تشرح لنا كونك خبير اقتصادي في هذا الشأن، السيد المواطن يريد يفهم الورقة البيضاء، حتحدث لنا حول هذه شنو محتواها، ايش راح تغير، ايش راح تضيف، ما هي المعالجات الحقيقيه حتى قدر الامكان انه تعالج هذه الفجوات. اليوم المواطن متخوف جدا وهواجس كثيره داخل يعني المواطن العراقي وداخل كل بيت عراقي، وحتى الموظفين يعني متخوفين من هذه الورقه البيضاء. يقول لك احتمال حيقطعون رواتبنا، احتمال راح المخصصات راح تروح. يا ريت توضح لنا اياها استاذ قيس، تفضل. نعم، الحقيقه الورقه البيضاء ورقه طرحت لأجل يعني إنقاذ الاقتصاد العراقي والمالية العراقية من الكبوات اللي حصلت والظروف الاقتصادية اللي مرت بالبلد من خلال انخفاض أسعار النفط ووجود جائحة كورونا. فكانت هذه الورقة يعني مكونة من 100 صفحة من 5 مباحث تعنى بأمور تطوير الاقتصاد بمختلف مجالاته، بدءا من الإدارة المالية في وزارة المالية وإدارة المصارف والتأمين والعمليات الإنتاجية الأخرى. فالورقة تحتوي على بنود جيدة تمتد مدة تنفيذها 3 سنوات من 21 إلى 23. الحقيقة المدة المقررة لها مدة هي يعني ما أعرف شلون درست، لكن تحتاج مسألة التنمية الاقتصادية بالعراق إلى وقت أطول حتى احنا نقدر نبني اقتصاد متين يعتمد اعتماد كلي على المدخولات الوطنية اكثر من اعتماده على مدخولات النفط. تعرف انت العراق حاليا نعم. بلد ريعي يعتمد على النفط، وهذا المنتج اصبح يعني توافره
بالعالم موجود متيسر وبسعره قابل للنقصان وللزيادة حسب الظروف الاجتماعية والسياسية اللي تمر بها المجتمعات بالعالم، مما أثر تأثير كلي على واقع الاقتصاد العراقي وأدى بنا إلى مشكلات صعبة وعقيمة واجهت الدولة العراقية، ألا ومنها وأهمها هو مسألة توفير الرواتب ورفض الاقتصاد العراقي بموارد مالية جديدة. فدأبت الدولة العراقية على تنمية الإيرادات وتعظيمها من خلال يعني خطط وضعتها واستطاعت أن يعني تمشي بها، وبعدين نجحت في بعض فقرات هذه الخطوات ألا ومنها السيطرة على المنافذ الحدودية، فكانت الحقيقة جباية الموارد من خلال هذه المنافذ أحسن من قبل، اللي استطاعت أن توفر ميزانية جيدة. نعم. لكن احنا بحاجة إلى تعظيم إضافي للموارد. قيس، اليوم تم الاستفادة من جمع الأموال منافذ الحدودية اليوم وكل نعم. الجمارك والموانئ اليوم، يعني جمع الأموال استفادنا من عندها؟ ما شفنا أي شيء من عندها لحد الآن، ماكو أي متغيرات، الحقيقة ما زلنا معتمدين بس على النفط. نعم، إحصائية وحدة طلعت قبل يومين أنه كانت الموارد بالميناء 5 مليار، الآن أصبحت 45 مليار. يعني تعظيم جيد للإيرادات من خلال الموارد الجاية من المنافذ. فهاي الإحصائيات الموجودة حاليا مو كل المنافذ الحدودية. نعم. لكن ما يشاع حاليا يعني بالأروقة أنه بعض أوجه الفساد عادت لتسترجع مواقعها. بعض المنافذ الحدودية بدل ما كانت تهدر مليار بدأت تهدر مليارين وثلاثة. فالمهم يعني الهدر العام يتبع النفوس. تعرف أنت النفوس أهم شيء الثقة والأمانة والنزاهة، إذا ما توفرت بالمسؤول بالمنفذ الحدودي أو بالمسؤول اللي يراقب طبعا ما راح يصير شيء. احنا بحاجة إلى ثورة في مجال النزاهة. نعم. ومجال تعظيم الإيرادات من خلال أشخاص موثوقين حتى نقدر نبني اقتصاد وطني حر. نعم. طبعا الورقة تتطلب من أجل نجاحها أنه أرضية جيدة. نعم. تتعاون بها جميع الكتل والأحزاب السياسية حتى تتحقق أرضية جيدة لنجاح الورقة البيضاء أو ما أشبه. لكن نعم. الورقة بوضعها الحالي تبقى حبر على ورق إذا تنفيذ. ما كانت أدوات التنفيذ أدوات خيرة وناجحة. نعم. وتؤمن ببناء العراق المستقبلي. نعم. جميل جدا. خلينا نشوف أستاذ عدنان، اليوم الأزمة العراقية جاي نشوف الإفلاس الحكومة العراقية، وشفنا دعوات حتى الناطق الرسمي اسم الحكومة العراقية يقول أنه الست أشهر المقبلة من السنة الجديدة السنة المقبلة 21 العراق راح يعلن إفلاسه. إذن شلون نقدر نعالج هذا الفجوات أو هذه الفجوات الموجودة في المجتمع العراقي كونكم كخبراء يعني لكم في الشأن السياسي طباع يعني وأثر كبير، شلون نقدر نتفادى هذه الأمور؟ يعني ما نعتمد لا على النفط ولا نعتمد على الموارد الأخرى، عندنا كثير من الطاقات سواء كانت زراعة، صناعة، كثير من الأمور. تفضل أستاذ عدنان. يعني مع الأسف بلد مثل العراق بخياراته وإمكانياته المالية نوصل لهذه المرحلة نتيجة سوء التخطيط الاقتصادي المتراكم بسبب الحكومات المتعاقبة التي تولت تنفيذ السلطة وتولت السلطة السياسية في العراق، مما أدت إلى وصولنا إلى هذا المنزلق الخطير نتيجة التخبط الاقتصادي في تنفيذ السياسات الاقتصادية العراقية والاستفادة من الواردات الريعية للنفط العراقي وباقي الموارد المالية. نحن نؤكد بأنه هذه الحكومات المتعاقبة لم تكن لديها خطط استراتيجية لإنقاذ وضع البلد والاستفادة من هذه الموارد العظيمة المتحققة للاقتصاد العراقي. لكن مع الأسف بأنه خلال 17 عاما لم تتحسن أي خدمات بالنسبة للبنية الاقتصادية والبنية التحتية للعراق بسبب سوء قيادة البلد وبسبب الفساد السياسي والمالي المستشري بين أواسط السياسيين العراقيين، مما أوصل البلاد إلى هذه الحالة. هنالك يعني عدة منافذ من أجل تعظيم الواردات المالية في العراق، حيث كما تعلم أنت بأنه العراق بلد النهرين، بلد الزراعة، بلد السياحة الدينية، توجد هناك كثير من الموارد المهمة التي من ممكن أن تعظم الواردات العراقية بغض النظر وعدم الاعتماد على الوارد الريعي المتحقق من النفط الذي يجب أن يكون بالنسبة للمخططين الاستراتيجيين العراقيين بالدرجة الثانية من أجل تحقيق
تحقيق الانتعاش الاقتصادي بالنسبة للشعب العراقي وبالنسبة للمواطن العراقي، وذلك من خلال استثمار إعادة بناء المصانع ودعم القطاع الخاص من أجل تشغيل أكبر عدد ممكن من المواطنين في معامل القطاع الخاص، ودعمهم من أجل يكون الإنتاج للقطاع الخاص موازي للإنتاج للقطاع العام، وهذا ما يحقق لنا الموازنة في تعظيم الموارد المالية بالنسبة للمواطنين. نعم استاذ عدنان، تكلمت في موضوع مهم جدا هو الاستثمار ودعم القطاع الخاص واستقطاب كل الكفاءات والطاقات. ما شفنا اي مبادره حدثت منذ يعني عام 2003 لحد هذا اليوم اكثر من 18 سنه، ما شفنا انبنى لنا في جسر معين، ما انبنى لنا في قد يكون معلم معين. اليوم الشوارع من سيء الى اسوء، ماكو استثمارات، ماكو استقطاب. اليوم الايادي العامله العراقيه يعني تعاني من تهميش واضح، الخريجين، الكفاءات، الطاقات. اليوم احنا يعني نحاول نقدر الامكان نسلط الاضواء حتى ندعم القطاع الخاص، استثمارات، الشركات الاجنبيه. اليوم تحتاج كل هذه الامور الى دعم الحكومه العراقيه ان تدعم وتسلط الاضواء. اليوم شلون نقدر نتعاون كل الجهات ونعالج هذه الفجوات الصغيره في المجتمع؟ هي المشكله اللي نعاني منها احنا منها الحكومات المتعاقبه، بانه ما عندهم خطط اقتصاديه استراتيجيه طويله الامد. احنا ابناء ازمات، نضع الخطط الانيه لمعالجه الازمه، وعندما تنتهي الازمه ترجع من جديد كل المقترحات التي قدمت سابقا من اجل كيفيه مواجهة المشاكل الاقتصادية والمالية التي تواجه العراق سوف تذهب طي النسيان. كما تعلم أنت في كثير من الحكومات، من حكومة العبادي وحكومة عبد العبد المهدي، قدمت أوراق اقتصادية مهمة من أجل معالجة الوضع الاقتصادي العراقي، وذلك بسبب الأزمات الكثيرة التي مرت بالشعب العراقي، ولكن هذا كان مجرد تخدير الأمور، ولم يتم تنفيذ أي قرار من القرارات التي قدمت في عهد حكومة العبادية وحكومة عادل عبد المهدي. والآن هذه الورقة البيضاء التي قدمها الأستاذ مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي الحالي، أنا أعتقد يعني هي ورقة انتخابية الغاية من عندها استقطاب. هذا الموضوع مهم جدا، هو الورقة الانتخابية ورقة استقطاب الكتل السياسية. خلينا نتوقف يوم هذا المحور استاذ عدنان، وعندنا اتصال. نعم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ابو سعد من بغداد. اهلا وسهلا، حياك الله، تفضل. والله من موضوع الاستثمار. نعم. الاستثمار اجى واحد بالاشياء ذيك العامل الزيوت النباتيه. نعم. مصنع الرشيد. اخذ جابوه قال له تعال انت استثمر به، وهذا مصنع الرشيد مصنع كلش قديم على يد الملك. نعم. الملكيه مو هسه. اليوم كان تستورد من عندنا السعوديه ودول الخليج كلها والاردن من هذا المصنع. ليش قاعد؟ هو هذا قدم على اساس انه الاستثمار، قال له تعال تفضل على المعمل واستثمر. المهم جاب مكاين جدا، جايب مغير الارضيات، صبغ اللازم وكلها اوتوماتيك. خلص كمل الزيوت النباتيه، اصبحت تسد العراق بكامله. سووا جماعه راحوا تعاقدوا ويا تركيا بقتل الاغراض مالته، قطعوا ما ادري السوداء ما ادري وين راح. اي هاي المشكله الكبرى. نعم. طلع خلوا رجع ما ادري وين صار. هو هذا موضوع برنامج اذا طلع عليه. صحيح. حتى السوق ضمن. احسنت. بعدين اللي يوصل مرحله الدكتوراه يعني هذا 30 سنه والله وصل الدكتوراه. يعني البلد يطلبه، يعني هو هذا البلد يشور، هذا بلد الانبياء والاوصياء. زين 30 سنه ما يعرف المنافذ الحدوديه سووا اوتوماتيك. صحيح. يعني السفره الالكترونيه، يجي واحد التاجر يقول له تعال شو تريد؟ هاي ورقتك وهذا الجمرك مالك وتطلب المنافذ الحدوديه تسويها. والله صحيح. ما يعرفوها. ما يكون الزراعه يسوون ما يكفي اذا تركيا تبحث علينا يسوون ابار على الحدود. كمية الشنوم راح تدعم اللوجستي، راح تدعم اللوجستي، تدعم اللوجستي. تدعم اللوجستي شو يسوي؟ على مصفافة الكوت والاماره والبصره. وهي كلها شغلين يعدلنها، او يسوون خندق يذبح على الاهوار ويخزنون المي. احسنت. يعني هاي كلها الشغلات، بالاضافه الاسكان والتعمير، المصانع، التجاره، وكل نقطه اذا تسمح لي بالنسبه لنا احنا عندنا حق الغاز. كوريا ماخذته السادس دوله بالعالم بالغاز. ليش ما ننفذوه؟
فشغله مقصوده ونحمد الله ونشكره ونسال الله ورسوله انه ينتقم على الباطل. احسنت. والسلام عليكم. شكرا. بس ما داخل الوقت. شكرا لك وشكرا لوجهه نظرك المحترمه. جاي اشوف انه كل الشعب العراقي هو يعني حريص على بلده ومتخوف، يقول لك ليش ما ندعم الاقتصاد؟ ليش ما ندعم كل هذه الامور؟ ما نعرف شنو الاسباب. نعم، خلي نشوف استاذ قيس. استاذ قيس، زياره السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى 3 دول مهمه، يعني قد يكون تكلموا حول الورقة البيضاء وإضافات للتخلص من الأزمة الاقتصادية ومعالجة لها علاقة هاي الزيارة بهذا الموضوع بالحالة اللي نعيش بها حتى ننهض أو نخرج من الأزمة الاقتصادية. تفضل أستاذ قيس. نعم، 3 دول مهمة. الحقيقة زيارة السيد الكاظمي لهذه الدول هي دول مهمة ومؤثرة بالاقتصاد العالمي، رغم أنه هذه الدول نفسها تمر بأزمات اقتصادية بالوقت الحاضر، لكن هي باستطاعتها دعم العراق، لأنه فكرة أنه العراق يحتاج هذه الدول فقط خطأ، لأنه هذه الدول أصلا تحتاج العراق. الموارد الاقتصادية الموجودة بالعراق ومجالات الاستثمار هي خطط يعني تحتاجها هذه الدول، ودائما تطمح إلى دخول إلى السوق العراقي. فلذلك احنا مسألة المنفعة هي منفعة متبادلة بيننا وبين دول العالم، معظم دول العالم، ومنها الدول اللي السيد الكاظمي قام بزيارتها. لكن مواضيع الزيارة الحالية تداخلت مع مواضيع أخرى، أهمها الموضوع الأمني. تعرف السفارة الأمريكية كانت والحكومة الأمريكية كانت قد هددت بسحب طاقم السفارة وإخلاء المنطقة، فهذا موضوع مؤثر جدا على العراق ويترتب عليه مسؤوليات جسيمة على الاقتصاد العراقي وعلى العلاقات الدبلوماسية العراقية الدولية. الزيارة الحالية راح تتضمن بجوانبها حث دول اللي يزورها السيد الكاظمي على يعني ثني الإدارة الأمريكية عن القيام بمسعاها بخصوص إخلاء السفارة، مما يؤثر طبعا سلبا على الاقتصاد العراقي. فلذلك الزيارة اكو جانب من عندها جانب سياسي وجانب مهم، إضافة إلى الجانب الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة من خلال تعاون هاي الدول مع العراق برفده بقروض معينة ومساعدته في المجالات الاقتصادية الأخرى. وهم أعتقد الدول هذه أبدت رغبتها بمساعدة العراق ودخول السوق العراقي والولوج في مجال الاستثمار بالعراق. لكن تبقى فكرة الدولة العراقية ومجالاتها وتغيير أنظمتها وقوانينها بخصوص الاستثمار. تعرف أنت المجالات الاستثمار بالعراق واسعة، لكن احنا عندنا القوانين تحد من حركة المستثمر وتمنع يعني الحقيقة أداءه بهذا المجال. نعم. فننتظر من الزيارة خير من خلال الدول، خصوصا ألمانيا وفرنسا، دول يعني كبرى. نعم. المفروض تساعد العراق بمجالات شتى، لكن يبقى أهمها الجانب السياسي. نعم. المهم. جميل جدا. نعم. خلينا نشوف استاذ عدنان. استاذ عدنان ردت تتكلم في الورقة البيضاء قد تستخدم لورقة ضغط انتخابية. نعم. تحدث لي في هذا الجانب، قد يكون هذا جانب خطير. نعم. تفضل. احنا مثل ما نعرف بان حكومه الاستاذ مصطفى الكاظمي نعم. هي حكومه ازمه، يعني نعم. من جهتي لم تاتي عن طريق انتخابات، وانما جاءت حكومه لانقاذ البلد من الوضع اللي كان يمر به، وكان فعلا ازمه كبيره. فاتفقت الكتل السياسيه على اختيار مصطفى الكاظمي لقياده الدوله العراقيه لغرض اجراء انتخابات مبكره والانتشال الوضع الاقتصادي العراقي المزري في ذلك الوقت، ومعالجة مشاكل بطالة الشباب. فلذلك هي حكومة مؤقتة، فاستخدم هذه الورقة البيضاء التي أعدها مجموعة خاصة من المستشارين الاقتصاديين المتواجدين مع مصطفى الكاظمي من أجل أن تكون هذه الورقة البيضاء هي الورقة الأخيرة من أجل إنقاذ العراق من الحالة المالية الحرجة التي يمر بها. ولكن هذه سوف نرى بأن هذه الورقة سوف تصطدم بتطلعات باقي الكتل السياسية التي نتوقع بأنها سوف ترفض الاتفاق مع مصطفى الكاظمي على تمرير ورقته البيضاء أو ورقته هذه لغرض إصلاح الشأن الاقتصادي العراقي، رغم هي فعلا هذه الورقة بها عدة بنود إيجابية وهي مشابهة للورقة التي طرحها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى العراق عام 2017 من أجل معالجة الوضع الاقتصادي
المنهار في ذلك الوقت، وتتضمن نفس البنود من خلال تخفيض الأجور وتقليل الأيدي العاملة وخصخصة الشركات والمعامل العراقية. نعم. أردت أسألك سؤال مهم جدا، هو ما أشيع عن لسان مشعان الجبوري، يقول أن الحكومة العراقية ستسعى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 240 ألف دينار، يعني سعر $100 الوحدة، يعني هاي راح تشكل عبء أكثر وارتفاع المواد، كل المواد، وتشكل يعني قد يكون أزمة اقتصادية كبرى جديدة. الموظف اللي كان يستلم $1000 يعني باعتبار راح يستلم $500. شلون نقدر يعني نتفادى هسه اليوم؟ المجتمع العراقي بصراحة يعيش في تخبطات يعني داخلية، راح نرجع لايام الحصار من جديد. فعلا يعني اذا نفذوا هذه الورقه الاقتصاديه سوف يرتفع سوق الصرف بالنسبه الدينار بالنسبه للدولار الامريكي، وقد يصل الى 250 الف. هو شفناها استاذ عدنان في هذا الاسبوع كبير. صارت الورقه ب 130 الف دينار او اكثر. صحيح، صحيح، نتيجه لان عدم وجود سيوله نقديه لدى الدوله العراقيه، والتي اعلنها صراحه الناطق الرسمي باسم الحكومه العراقية بأنه لا تتوفر لدى الدولة العراقية الإمكانية لتسديد الرواتب إذا لم يقر البرلمان العراقي قانون الاقتراض الداخلي، مما يساعد على تسديد رواتب الدولة العراقية. ولكننا سوف نعاني كثيرا في السنة القادمة من كيفية تسديد الرواتب بالنسبة للموظفين، وأنت كما تعرف بأنه هذه الشريحة الكبيرة لها تأثير كبير على المجتمع العراقي، ما قد يؤدي إلى حدوث يعني أزمة اقتصادية وأزمة شعبية وأزمة سياسية كبيرة نتيجة عدم حصول الموظفين على مرتباتهم. وهذه حادثة يعني خطيرة بالنسبة للدولة العراقية. لأول مرة من تأسيس الدولة العراقية لحد الآن لا تتمكن الدولة من دفع رواتب موظفيها. إذن أين كان التخطيط الاستراتيجي وأين ذهب صندوق الأجيال؟ كان المفروض بالحكومات العراقية المتعاقبة أن تساهم وتتبنى صندوق للأجيال، وذلك من خلال الاستفادة من الارتفاع الكبير لأسعار النفط في تلك السنين السابقة، حيث وصل سعر النفط لأكثر من $120 البرميل الواحد، وأصبحت ميزانيتنا ميزانية انفجارية بحيث تجاوزت $100 مليار للسنة الواحدة. ولكن مع الأسف لم نتمكن من الاستفادة من هذه الطفرات الكبيرة في الميزانية العراقية من أجل تنمية الواقع الاقتصادي وتحسين هي هاي المشكلة الكبرى أستاذ عدنان، هي المشكلة الكبرى. ما نستغل الأيام الخير والخيرات ونشكل لنا مثل ما ذكرت في صندوق خاص بالأزمات. في كل سنة يعني تصير لنا أزمة اقتصادية، مشكلة، كارثة. نعم، اليوم أريد أسألك أستاذ قيس يعني معلوماتك على هذا الشهر. كثير من الوزارات والهيئات يعني كثير من الموظفين حد الآن يناشدون ما مستلمين رواتب. سولف لي على هذا الشهر الجاي. الرواتب مؤمنة، الوزارات راح تستلم، الهيئات باقي الدوائر يستلمون رواتب هذا الشهر، لو هم راح يصير لنا بلبلة مثل الشهر اللي فات. وكل حد الآن موظفين الشهر اللي فات ما مستلمين. نعم، الحقيقة الرواتب كانت مؤمنة الحد قبل فترة، أنه كانت مؤمنة بشكل كامل، لأن تعرف أنت كانوا ناويين يأمنوها من احتياطي البنك المركزي ومن احتياطي العملة، اللي هو نفسه السيد أحمد ملا طلال أعلن أنه حدد، قال إحنا عندنا احتياطيات للعملة وبإمكاننا أن نسدد الرواتب لحد نهاية السنة المالية الحالية. لكن التجاذبات السياسية يبدو لها دور بهذا الموضوع، بخصوص قرار ورقة الدين العام اللي مقدمة من قبل الحكومة للبرلمان. فيعني الحقيقة ضغوطات هي حتى البرلمان يوافق على مسألة الدين العام للدولة. اليوم الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية يقول ما عندنا فلوس وما عندنا سيولة. لا، يعني تصريحات السابقة، تصريح اليوم قال هالشكل، لكن هو تصريحاته السابقة لو نرجع لها نقدر نعرف انه هو ايش قد مليارات عدد تتوفر عند الدولة العراقية لغرض تغطية الراتب للموظفين. قيس اليوم يشوف الحكومة العراقية ما مصارحة شعبها، ما مصارحة الموظفين، لا مصارحة الناس. نعم، خلي يعني صح. المشكلة على شكل ضباب، يعني حتى الآن الحكومة في وادي والشعب في وادي. شفافية ماكو بالموضوع، ماكو مصارحة، ماكو مكاشفة للوضع العام للبلد، أنه يفترض بالحكومة بهيك أوضاع أنه يعني تخاطب الشعب مخاطبة مباشرة وتقول له يا ترى احنا وضعنا المالي
يجي ويجي حتى المواطن العراقي يعرف وضعه، يعرف نعم. الاقتصاد على أي اساس يعني معتمد، وشنو ومساله دفع الرواتب من شنو تتكون، حتى يعرف انه احنا معظم الموارد اللي تجينا هي من ايرادات النفط مخصصه للرواتب. على الدوله العراقيه ان تجد منافذ جديده لموضوع الرواتب، اقرار امور عديده تستطيع من خلالها مساله تامين الرواتب، الا وهو تعظيم الايرادات بشكل عام للبلد، وبناء قاعده اقتصاديه ولو حتى لو نبدا بها يعني بالجديد، لان تعرف انت المعامل بالعراق معامل متهالكه، ومساله المطالبه باعادتها للتشغيل وللعمل. نعم. هاي مساله يعني أستاذ قيس، عليها اليوم الزمن. بدي اسالك سؤال يخص الحكومه العراقيه، انت خبير في الشان الاقتصادي نعم. والمالي، لك طباع كبير في الحكومه العراقيه ولك كثير من المنجزات. اليوم اريد الحكومه العراقيه من تتكلم حول توزيع الرواتب، حول الموازنه، ليش بس عن النفط؟ المدخولات وايرادات الدوله الاخرى وين تروح؟ المنافذ الحدوديه، الضرائب، الموانئ، القمارق، الزراعه، الصناعه، هاي وين تروح استاذ قيس؟ نعم. يعني هاي مشكله كبرى، ليش بس عن النفط؟ الدوله العراقيه يعني تتوفر بها موارد هائله، يعني ابسط شيء انا اقول لك يعني كان خافي على الناس انه مساله الطيف الفضائي العراقي ومساله المجال الجوي العراقي، 7500 طائره مرت بالمجال الجوي العراقي خلال شهر واحد. هذه كلها موارد كان المفروض تعرف انت مساله الفساد الاداري والمالي، هذه الموارد مدى يتم السيطره عليها بشكل مطلق. لذلك هذا السبب، ولا الا انه يعني معظم الموارد اللي تجي تروح لجيوب الفاسدين، ما تروح للخزينه العامه، اهدار تام بها. هذه المشكله اللي يعاني منها الدوله العراقيه من زمان. احنا المفروض بينا نعظم الايرادات والسيطره عليها، حتى لو بايجاد كوادر جديده لاداره المرافق المختلفه، حتى نقدر نسيطر على الايرادات وندفع للموظف العراقي والمعتمد على الدوله بالراتب من خلال هذه الموارد. تعرف انت ايرادات الضريبه وايرادات المنافذ الحدوديه وايرادات الطيف الفضائي، يعني هذه والمجال الجوي كلها ايرادات عظيمه جدا، يعني المفروض يسيطر عليها، تستطيع ان تسد جانب مهم من ايرادات من الدين العام للدوله العراقيه اللي يتمثل بامور عديده يعني الحقيقه، لكن ماذا يصار لها بسبب انه تفشي الفساد الاداري والمالي بالبلد. احنا ننتظر من الحكومه الحاليه انه ان تقدم ما بوسعها في مجال تعضيد الموارد ودفع الاجور والرواتب من خلال هذه الموارد، بحيث يقل الاعتماد الريعي على النفط بتوزيع الرواتب، وتصبح موازنه الجهات اللي ذكرتها أنا انه موازنه مهمه تاثر بموضوع سداد الراتب للموظفين والعاملين باجهزه الدوله العراقيه. نعم، خليني اسال استاذ عدنان، الحكومه العراقيه عند ذهابها الى المانيا لم تتكلم عن العجز المالي ودعم العراق في الازمه الماليه والنهوض في الواقع الاقتصادي، شفناها بصراحه تتكلم بكل صراحه فقط عن دعم الحكومه الالمانيه، عن تموين الاموال للانتخابات، غير هذه ما تكلمت. زين احنا اليوم جاي نعيش بصراعات داخليه وازمه اقتصاديه، ماكو رواتب، لاكو فلوس، البلد جاي يعاني من كل القطاعات بصراحه، من تعليم، من صحه، من تربيه، من خريجين، جيوش في الشوارع. شلون راح تامن انتخابات وانت عندك هذه الفجوات لم تعالج؟ شلون نقدر نعالج استاذ عدنان؟ هاي مشكله كبيره. هي مشكله كبيره. احنا هاي الحكومه يعني في نظرنا وفي نظر كل المواطنين والمحللين السياسيين لا تستطيع ان تقدم اي شيء للشعب والشعب العراقي من اجل تحسين، لانها حكومه ازمات وكلها مساله وقت اقل من 8 اشهر سوف يتبقى لديها من اجل كما حدد مصطفى الكاظم بان الانتخابات المبكره سوف تكون في الشهر السادس من العام القادم، لذلك لم يبقى لديه اكثر من 8 اشهر، فماذا يستطيع ان يقدم خلال هذه 8 أشهر من أجل تحسين وضع المجتمع والمواطن العراقي؟ لذلك سوف يعتمد على تمشية الأمور خلال هذه 8 أشهر، وذلك من خلال إجبار أو الضغط على مجلس النواب من خلال إقرار قانون الاقتراض الداخلي لغرض تمشية الأمور، وبعدها لغرض الوصول إلى فترة الانتخابات. وسوف تقوم باقي الدول بدعم العراق بمسألة الانتخابات من أجل أن تكون هنالك انتخابات جديدة، وعلى ضوءها سوف يتقرر تشكيل حكومة عراقية جديدة بإذن الله. نعم، عندنا اتصال. الو، السلام عليكم. الو.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل. شلونك استاذ مروان؟ أهلا وسهلا، 100 هلا. استاذ مروان. نعم أسمعك، تفضل. شلونك؟ الله يخليك. انا رمضان جعفر، جهازي مدينة الصدر. على راسي، أنت وأهل مدينة الصدر، تفضل بخدمتك. اي والله استاذ. استاذ انا متقاعد. نعم. ايوه انا اشوف يدير التقاعد هذا الجديد، انت تشوف التقاعد مالي ليه ظالمني؟ نعم، ايش قد راتب التقاعد مالتك أنت؟ رقم التقاعد؟ لا، راتب التقاعد اللي تستلمه كل ايش قد؟ كل شهرين؟ لو كل شهر؟ لا كل شهر. لا استاذ 29/2/2012 حالنا على التقاعد. نعم. 29/12/2012؟ نعم. 29/2/2012. نعم. شنو مشكلتك حتى نقدر نساعدك، نسوي لك حلقة خاصة حول التقاعد، عندك مشكلة يعني شنو راتبك متأخر، شنو راتبك قليل، تفضل. لا استاذ انا حاليا على التقاعد بس موظف مع المعاملة تمرجيزي. نعم. خدمتك تدلع هاي. نعم. مو مدير التقاعد يحاسب هذا الموظف. صار رسالتك وصلت بأمانة، وحلقة خاصة لكم وانتم المتقاعدين ان شاء الله الاسبوع المقبل راح نعالج هذه الفجوات باذن الله تعالى. نعم استاذ قيس. نعم. جاي يشوف انه كثير من الناس متخوفه، تتساءل عن الراتب اللي منتظر، هذا اللي عنده ايجار، الوضعيه بصراحه صعبه جدا، جيوش من العاطلين والخريجين في الشوارع العراقيه، ماكو اي ثقه بصراحه بالحكومه العراقيه، وحتى العزوف عن عدم المشاركه بالانتخابات. اليوم المواطن اللي عنده كم فلس ما يشتري ولا يضمها بمصرف، لا خايف عليها، خايف على اموال واهل الفلوس. شلون راح تكون السيوله بالمصارف استاذ قيس؟ الحقيقه النظام المصرفي بالعراق يعاني من مشكلات عديده. نعم. تعرف انت مصرفي الرشيد والرافدين هم يعني استاذ قيس مصرف الرشيد البارحه صرح يقول راح نعطي قروض 10 مليون اللي يتزوج مرأة ثانيه. شيء عالج. هم هاي مساله القروض مساله يعني يعاني منها الحقيقه الشعب. تعرف انت الفوائد الباهظه على هاي القروض اللي معتمده عليها هاي المصارف بعملها، يعني اضافت مشكله وعبء جديد على المواطن العراقي. المواطن العراقي تعرف انت نفسيته انه من تقول له اكو قرض يركض يكيف ياخذ قرض، لكن ما يعرف النتائج مالته السلبيه شنو. القرض تترتب عليه فوائد وتترتب عليه سداد، فبعدين يبدي يعاني ويبدي يطالب بتخفيض سعر الفائده. لكن احنا بالنسبه لنا النظام المصرفي بالعراق نظام مصرفي يعني روتيني، ما بي اي تغيير وما بي اي تطوير، ويمارس 8 عمليات ليس اكثر، وانما يعني نظام كلش قديم، فمعتمد على مساله التسليف والقروض بتمشيه حتى يعني امورها الماليه بالنسبه كمصرف يعني. لذلك هذا المصارف ضعيفه، تعتمد على نعم. جلب الاموال من خلال الايداعات والموارد اللي نعم. تجيهم من خلال فوائد القروض. نعم. والعمليات المصرفيه اليوم الحكومه قليله جدا. تزود صندوق الاسكان بقرض 100 مليون لكل مواطن بدون فائده. نعم. من صفحه تقول ما عندنا، ومن صفحه تزيد القروض والنسب على المواطنين، يعني جاي اشوف هنا اكو صراحه تخبطات بالقرارات. نعم. على جهات وجهه اخرى. قرض الاسكان يختلف عن قرض مصرفي الرافدين والرشيد. تعرف انت قرض الاسكان قرض مدعوم من الدوله، الفوائد مالته متدنيه جدا لمساعده شرائح معينه من الشعب ببناء وحدات سكنيه. اما بالنسبه للمصرفي الرافدين والرشيد بنوك هذه مصارف تعتمد الارباح اللي تجنيها، وهي مصارف تجاريه تتوخى العمليه الربحيه لتمشيه عملياتها المصرفيه، فهذا حق مشروع الحقيقه لهم. لكن هي بس من خلال هذه العمليات راح تتمكن من جلب الموارد الماليه وتسديد الرواتب من خلال ما يتوفر لها، لانه الكتله النقديه بالعراق الحقيقه تعاني من مشكله انه اكثر المبالغ الكتله النقديه ما موجوده بالبنوك والمصارف العراقيه، اكثرها مدخر بالبيوت. نعم. بسبب خوف المواطن العراقي من ايداع امواله كودائع في المصارف، لذلك اكثر من نصف الكتله النقديه العراقيه ما موجود بالمصارف، مما ولد ازمه بمساله السداد الحقيقه. فاحنا لازم المفروض المصارف هذه تعمل على تنميه ثقه المواطن بالمصارف،
استاذ قيس، هو اتكلم على هاي الثقه، ثقه المواطن. اليوم نعم. احنا عندنا خبراء في الشان المالي وخبراء استراتيجيين وخبراء اقتصاديين، اليوم ليش ما يطلعون يطمنون الشارع العراقي على هذه الازمه ومعالجتها معالجه حقيقيه، حتى يعني نشوف المواطن يخلي سيولته بالمصرف حتى تتداول العمله. نعم، تعرف انت كل شيء له مسببات. المواطن العراقي يعني، ومو بس المواطن العراقي، حتى حصلت بلبنان انه المواطن اودع مبالغ نقديه هائله بلبنان بالمصارف، بعدين اجى رادي يستلم ما قدر يستلم، حددوا له $1000 وهو مثلا عنده $1,000,000. فمشكله الحقيقه يعني تمر بها الدول اللي اقتصادياتها فاشله يعني وتعبانه، تعاني من وضع اقتصادي صعب، ألا هي العراق ولبنان وغيرها من الدول. لكن السياسات الاقتصادية يجب أن تبنى من خلال فلسفة اقتصادية عميقة بحيث تنتشل الاقتصاد العراقي من واقع المتدني وترفع من قدره ومستواه. أما بالنسبة للمصارف فبقت هي تراوح بنفس المضمون وما تغيرت فلسفتها ولا استراتيجيتها بالعمل، بقت هي تنطي قروض وتاخذ فوائد وتمشي أمورها المالية لا أكثر ولا أقل. فإحنا مسألة تعظيم إيرادات الدولة ومدخرات المواطن إيداعها بالبنوك يحتاج إلى توعية شاملة الحقيقة وزيادة سعر الفائدة للمواطن العراقي حتى يحس بأنه إذا هو وضع المبالغ مالته بالمصرف جميل جدا. أنه تجيب مبالغ فائدة جيدة له ويستطيع أن يودع مبالغه، وبعدين ننطي ضمانات أنه شو وقت ما يريد يقدر يسحبها حتى يطمئن على سحب مبالغه. لا أن يجي للمصرف وقال له والله نهاية السنة المالية وتعال لنا يوم 15/1. فالمواطن محتاج، وهذا لما يجي يلقى المصرف ما غير قادر على السداد، هذه مشكلة. يعني هنا يبدأ دور الاقتصاد المصرفي العراقي بتعظيم موارد المصارف وتوسيع العمليات المصرفية لبناء قاعدة متينة يؤمن بها الشعب ويؤمن بها المواطن حتى يودع أمواله وتنسحب من القاصات والخزنات اللي بالبيوت إلى المصارف. بذلك راح تصير عجلة الإنتاج أحسن، أكثر نموا وأسرع نموا. نعم أستاذ عدنان، اليوم بدي أسألك سؤال، كونك مختص في هذا الجانب الاقتصادي، حركة الأسواق والتجارة في العراق ومخاوف التجار، اليوم طمنا الشارع العراقي والأسواق العراقية شنو وضعها في ظل هذه الأزمة وفي هذا التفاوت يعني المرتقى بالأزمة الاقتصادية؟ أكو بارقة أمل أن ينتعش الاقتصاد العراقي والأسواق العراقية من جديد بهاي الفترة؟ والله صراحة أخ مروان فعلا يعني السوق العراقي يعاني من ركود كبير جدا، وذلك أولا بسبب هذه الجائحة اللئيمة التي أضرت بكل الاقتصاد العالمي وأيضا أضرت بالاقتصاد العراقي. لذلك السوق العراقية الآن تعاني من ركود كبير نتيجة هذه الجائحة ونتيجة عدم توفر الأموال بالنسبة للمواطنين والموظفين وعدم وجود مشاريع استثمارية تحرك البيئة المالية العراقية. لذلك على الحكومة العراقية أن تساهم بجلب استثمارات أجنبية وتوفر لها البيئة الآمنة من أجل تنجح هذه الاستثمارات الأجنبية. والاستثمارات ممكن أن تكون على مرحلتين، استثمارات عاجلة واستثمارات مؤجلة وبعيدة المدى. ولدينا كثير من المشاريع التي ممكن أن تساهم في إنعاش الاقتصاد العراقي وتقوية ثقة المواطن بالحكومة العراقية من خلال الإجراءات، وهذا يعتمد على تكاتف وعلى وعي الكتل السياسية المتصارعة فيما بينها من أجل كسب ثقة المواطن العراقي والتكاتف مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال هذه الفترة الممتدة لمدة 8 أشهر من أجل أن تتغلب الحكومة على كافة المشاكل الاقتصادية ولو خلال هذه الفترة وبعدها لكل حادث حديث. أستاذ عدنان، اليوم شفنا مبادرة قد تكون جميلة جدا من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعطاء قروض للعاطلين عن العمل، قروض قد تكون بدون فوائد. هذا القروض 10 مليون دينار لكل عاطل عن عمل بشرط عنده الاستشارية. هذه الأمور راح تنتعش الأسواق العراقية من خلال قد يكون الاستثمارات، كل شخص يفتح له قد يكون أكشاك أو محال أو مشاريع صغيرة بهاي الفترة، راح ينتعش السوق من جديد؟
خلال هذه المبادرة؟ لها تأثير قليل على السوق العراقي، لأن أنت كما تعلم بأن السوق العراقية سوق مستهلكة، سوق كبيرة جدا. هذه المبالغ التي خصصتها وزارة العمل، وقبلها كانت في عهد عبد المهدي أيضا خصصت مبلغ 150 ألف دينار لكل مواطن عاضل، ولكنها لم تستمر لعدم وجود التخصيصات المالية. لذا كثير من القرارات الإدارية التي ممكن أن تصدر ولكن لا يكون لها تنفيذ، مما ينعكس سلبا على المواطن العراقي. نعم. أستاذ قيس، بدي أسألك سؤال، كيف تقيم أداء وزارة المالية في هذه الأزمة؟ شنو دورها وزارة المالية بهذه الأزمة؟ نعم، الأداء هو يعني تحاول وزارة المالية اللي هي تعتمد اعتماد كلي على الإيرادات المتحققة. يعني تعرف أنت دائرة الموازنة ودوائر المحاسبة، دوائر مهمة بالوزارة تعمل على توفير المستلزمات المالية اللي يحتاجها البلد من خلال عدة أوجه. يعني تعرف أنت ارتباط المنافذ الحدودية والجمارك بوزارة المالية، ويعني دوائر أخرى مهمة ترفد الاقتصاد الوطني بموارد مالية هائلة، يعني منها التأمين ومنها المصارف ومنها المنافذ الحدودية. هذه وزارة المالية هي عصب الحياة المالية والاقتصادية بالعراق. لذلك تعمل وزارة المالية بالورقة البيضاء على تعضيد عمل الوزارة وتطوير خططها المالية باتجاه دعم الاقتصاد وتوفير الموارد المالية. من ما ذكر بالورقة البيضاء الحقيقة يعتمد على جانب مهم في رفد وزارة المالية بالخبرات وتطوير عمل مؤسساتها وتطوير آلية عملها المالية. لذلك هي عملية مهمة، والدولة منتبهة أنه يفترض تطوير العملية المالية بالعراق من خلال تطوير وزارة المالية وآليات عملها المستقبلية. نعم. حتى تستطيع أن تجابه المشكلات اللي تواجه الاقتصاد العراقي ومسألة الدفع المالي من خلال تعظيم الإيرادات والموارد للخزينة العراقية. نعم، عندنا اتصال. ألو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل. الله يسلمك يا حبيبي. بخصوص موضوع الورقة البيضاء، انه موجود يوم امس كان على الشاشة مباشرة. نعم. الدكتور والخبير الاقتصادي داود عبد الزاير، وتكلم في حوار كل جميل. وهو قال هناك 5 تجار كبار بالعراق هم من يتقاضون، سبحان الله، يعني هم من يتقاضون الاموال في داخل المصارف، يعني بمعنى انه هم اللي يمارسون عمل شراء الدولار، بحيث يوصل ارباح الواحد ما يدوم الى 3 مليون دولار. نعم. شهريا، بمعنى هاي المبالغ توصل البلد الى ما يقارب 3 الى 4 مليار دولار سنويا. نعم. زين، هاي الاموال اليس ليس بها انه هو البنك المركزي؟ صح. معالج راح يجاوبك عليه استاذ عدنان. استاذ عدنان، السؤال واضح. نعم. يقول نعم. 5 تجار يتعاملون في شراء الدولار او يتحكمون باسعار سوق الصرف. اي مشكلتنا احنا يعني هنالك مؤاخذة كثيرة على مزاد العملة بالنسبة للعراق. فعلا يعني احنا البنك المركزي عندما حدد مزاد العملة من خلال بيع الدولار إلى التجارة وإلى المصارف، وليس للتجارة، للمصارف الحكومية والأهلية ولا شركات الصيرفة. هنالك تلاعب وفساد كبير في هذه المزاد ومؤشر عليه ومثبت، والجميع يعرف بهذا الفساد داخل مزاد العملة. واحنا كثيرا ما وجهنا وقدمنا مقترحات إلى الوزارات السابقة من أجل السيطرة على هذا المزاد، ولكن مع الأسف نتيجة وجود المافيات المتسلطة على القرار السياسي العراقي لم نستطيع أن نحقق العدالة في توزيع مزاد الدولة. أنت ما تعرف احنا الاستيراد صار لنا سنة تقريبا متوقف. صح. لكن هذا المزاد أين تذهب الدولارات؟ هذه الدولارات الكثيرة التي يتم بيعها داخل المزاد. لذلك فقط المصارف أو الشركات المصرفية الكبيرة المسيطرة في الساحة العراقية هي من تستطيع الاستيلاء والحصول على الأموال من مزاد البنك المركزي. نعم. استاذ قيس، اليوم اكو احد المتصلين سألنا سؤال، يقول حتى المستثمر اذا يريد يجي للارض العراقيه متوفره الارض لكن لم تتوفر له طرق الحمايه مثل ما صارت في كثير مع مسابقاتها مع الشركات الموجوده في العراق، شلون نقدر نحافظ على المستثمر بشكل كامل
باختصار يا ريت. نعم، الحقيقة عملية الاستثمار بالعراق تشوفها يعني يعني أشياء عديدة أنه تمنع نموها واستثمار الناس بمجال الاستثمار بالعراق، لأنه الاستثمار بالعراق أصبح يعني أداة بأيدي قوة معينة تسيطر عليه، تجبر المستثمر على دفع مبالغ باهظة ما قبل الاستثمار. يعني لما يريد يجي صاحب مشروع معين يستثمر بالبلد، تشوفه أنه هو يستنزف بالكامل إلى أن يوصل للمشروع، فالعملية هنا تشكل خسارة حتمية للمستثمر. لذلك احنا المطلوب أولا توفير الحماية للمستهلك للمستثمر، وبعدين توفير قانون وقاعدة وأرضية جيدة لغرض الاستثمار بالعراق. المستثمر لما يجي يريد أرضية ويريد مساعدة ويريد، يعني المستثمر يجي للعراق ويراجع 20 ما لا يقل عن 20 دائرة حتى يقدر يقوم بعملية الاستثمار. هذه عملية الحقيقة مرهقة ومتعبة لأي مستثمر، لذلك صار عزوف عن الاستثمار بالعراق وما صارت عمليات استثمارية جدية. احنا عندنا مجالات استثمار جدا واسعة بالعراق. أستاذ قيس، أستاذ قيس لو تسمح لي، الموظف راتبه يعني ما مستلم راتبه لحد الآن. الاستثمار ينجح بالعراق بسبب هالازمات والظروف الصعبه والامنيه. انا اشكرك جزيل الشكر استاذ قيس. استاذ مروان، انا ما اقصد انه هو الجانب الاستثمار من الجوانب الماليه الدوله. تعرف انت المستثمر يجي وهو بجعبته اكو اموال معينه حتى يصرفها وانشاء مشاريع معينه تقدر تشغل حتى ايدي عامله وتستثمر داخل البلد. نعم. شكرا لك استاذ قيس. استاذ عدنان، كلمه اخيره باختصار قبل ما اختم البرنامج. طبعا عتبنا احنا على هذه الحكومة لأنها لم تتخذ الإجراءات الحقيقية من أجل السيطرة على الضائقة المالية التي مر بها العراق رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تشكيل هذه الحكومة، ولم تساهم مساهمة جدية وفعلية في انتشال الواقع الاقتصادي العراقي. ونأمل خيرا في الانتخابات القادمة أن تشكل حكومة تحس بمعاناة هذا الشعب وترفع من شأنه. هذا ما نتمناه. شكرا جزيلا لك الأستاذ عدنان القريشي باحث واقتصادي، وشكرا لك أيضا الأستاذ قيس الموسوي خبير اقتصادي. شكرا لكم، شرفتونا في حلقتنا لهذا اليوم. حياكم الله. كذا أحبة المشاهدين وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى. تقبلوا تحيات كادر العمل. في أمان الله.